أيها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. اليوم مش نتوجه بالفيديو هدايا لتأكيد أشياء قاعدة تصير بين تونس والجزائر، بين شنو اللي صار للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أخوه سعيد بوتفليقة، ومش نتوجه بهالرسالة هذه للشعبين كما العادة التونسي والجزائري. للشعب التونسي أولا، يا شعبنا العزيز، اليوم عندكم فرصة ذهبية وتاريخية للانتقام لأرواح الشهداء في تاريخ الاستعمار الفرنسي. يعني اليوم فرنسا عندكم تحت الصباط. اليوم تجموا تنتقموا لهالضحايا اللي صارت أجدادنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا في الحرب اللي استعمرتنا فيها فرنسا. كيفاش؟ سهلة ياسر. يعني أي واحد عنده صفحة على الفيسبوك، المطلوب منك أنك تفضح اللي مش نقوله، وكي تفضح أنت اللي مش نقوله مش توصل المعلومة هذه للرأي العام التونسي والرأي العام العالمي، ومش تفضح حاجة اللي هي ما زالت ما اتفضحتش، وكي تفضحها من الأول الأطراف اللي شاركت فيها تصير في ورطة، وتصير في ورطة كبيرة. وهي مش نقول لكم كيفاش. نرجع للجلطة الدماغية اللي قالوا أنه أصابت عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر. هذه كذبة والشعب الجزائري كله يعرف أنه كذبة، ولكن مساكن ساكتين. هاو كيفاش كذبة؟ عادة لما الرئيس الجزائري، وحسب اللي قاعد نقرأ ونطلع ونشوف، رئيس الجزائري والجزائرية كلها تعرف لما يذهب إلى العلاج ما يقولوش عليه ويخليوها أنه في السرية التامة. ولكن المرة هذه اختلفت الأمور. علاش؟ لأنه كما تعرفوا يا جزائرية ويا تواسة أنه في الجزائر صدقوني ما هيش مستقلة، يعني بلاد ما زالت تحكم فيها فرنسا وما زالت تحكم فيها الاستعمار الفرنسي. وهو كيفاش المخابرات الجزائرية وحتى الرئاسة كانت في بوتفليقة ما شكون هو يعني كان يخدم في مصالح فرنسا، وكي يجي الرئيس الفرنسي هولاند ولا اللي قبله ولا ساركوزي واحد يبدا يطبل ويبدا يعنق ويبدا يبوس. ولكن المرة هذه ما عادش حاجتهم به، لذلك قتلوه شكون؟ قتلوه الجهاز المخابرات الجزائري بتنسيق مع الدولة الفرنسية. وتوا كيقولوا أنه في لوبيتال ميليتير في فرنسا ما هي إلا كذبة. الرئيس الجزائري الحالي رئيس عبد العزيز بوتفليقة موجود في المورغ في ثلاجات المستشفى العسكري في باريس. وتوا حاجة مش نذكركم كما قلت أنه الرئيس قبل الإقالة جات حملة على سعيد بوتفليقة، وجات حملة انه فساد مالي قبل الحكاية متاع اقالته من مستشار رئاسي، وقبل حكاية الجلطة الدماغية. الشعب الجزائري يعرف انه كانت فما حملة على العائلة متاع بوتفليقة وخاصة اخوه في فساد مالي وشركة البترول، والحكاية الجزائرية تعرف قاعد نحكي. ومن بعد جات حكاية أنه الرئيس قال أخوه مستشار رئاسي باش يقصوا عليه ثنية، لأنه أخوه كان من المتوقع أنه هو ياخذ الرئاسة بعد بوتفليقة. يعني بوتفليقة لما مش يقع إعلان أنه مات قريبة ياسر، مش يقولوا أنه موتة سريرية، ولكن هو مات الراجل من الجمعة الفايتة. المفروض كان أنه أخوه هو اللي يستلم الحكم، ولكن باش يقصوا على أخوه باش يجيبوا حد آخر اللي هو يخدم المخابرات الجزائرية ويخدم المصالح الفرنسية، لازم يعملوا ليتاب هذه أنه يقيلوا سعيد بوتفليقة، وبعديك يقولوا أنه عبد العزيز بوتفليقة جاته جلطة دماغية هزوه لفرنسا، ولكن هو هزوه ميت. وبعد أيام مش يقولوا أنه الرئيس وقع يعني مات موتة سريرية وموتة طبيعية. ولكن لا، في هالنقطة هذه أدعو شخصيا الشعب الجزائري، أول ما يقولوا لكم أنه رئيسكم مات تطلبوا أنتم أو تطلبوا بجناح السرعة une deuxième autopsie internationale، يعني تقرير
تشريح ولا اللي تحبوه، مش حتى تشريح، معروفة الجثة اسكو جديدة وإلا قديمة. يعني تطلبوا ان دوزيام اوتوبسي باش تعرفوا سبب الوفاة وتاريخ الوفاة، سبب الوفاة وتاريخ الوفاة، وهذه تجموا تطالبوها أنتم كشعب جزائري. واكيد فما 4 مليون جزائري عايشين في فرنسا، وهذوما اللي نتوجه لهم باش تمشيوا حالا وتحاولوا انه تفهموا وضعيه الرئيس نتاعكم. 4 مليون جزائري في فرنسا، هذوما يجموا يعملوا وحدهم لازم يجموا يعملوا ثوره فرنسيه جديده. اما بالنسبه للشعب الجزائري اللي في تونس، اللي في الجزائر، هذوما لازم يطلبوا ويتحركوا ويسالوا وينو رئيسهم. يعني الجزائر اليوم عايشه بلاش رئيس، ويقولوا انه يحبوا يطبقوا القرار 88 من الدستور نتاعهم. هذوما يعني انقلاب 100%. وهذه رساله ان شاء الله وصلت للشعب الجزائري في فرنسا وفي الجزائر. اما بالنسبه للشعب التونسي واللي قاعد يصير في جبال شعامبي واللي صار في قصه شكري بالعيد، شكري بالعيد ما هو الا عنصر، متاكد من المعلومه هذه ووصلتني، من المخابرات الجزائريه. يعني شكري بالعيد كان يخدم في المخابرات الجزائرية في تونس، وهم علاش خدموه ووصلوه بعديك جاءوا قالوا اغتيال، حبوا يعملوا الانقلاب يوم 6 فيفري 2013. هذه حكاية أنه مسرحية وكذبة اغتيال شكري بالعيد ما هي إلا كذبة من تخطيط المخابرات الجزائرية والتنسيق مع أحزاب وسياسيين في تونس بأوامر فرنسية لإرجاع التجمع وللقضاء على يعني فيها هدفين. يعني الهدف الأول هو أنه الجزائر ما تتبعش الثورة التونسية، والهدف الثاني هو إرجاع التجمعيين لتونس. واضحة 100% واضحة، وأكيد 100% الشعب كامل موافقني على الكلمة هذه. اللي ما يوافقوش هم اللي عندهم تفكير ساذج واللي يتبعوا في الكذبة الشعبية أو الجبهة الشعبية، ويتبعوا في الوطد ويحبوا يمشيوا في المسرحية هذه باش الكذبة هذه والمسرحية باش يقلبوا النظام وباش يصدوا على الإسلاميين في تونس. بالنسبة للرابطة الوطنية لحماية الثورة، هذوما اللي يفكروا أنه يحبوا يقصيوا الرابطة الوطنية لحماية الثورة، يحبوا يقصيوها من الحياة السياسية في تونس. ضحكني أول حاجة، الموضوع يضحكني ويذكرني في وقت حرب تموز في 2006، وقت اللي إسرائيل ودول أخرى تطلب من المقاومة اللبنانية في ذاك الوقت أنه تطلع فوق نهر الليطاني. هما يعني يجيوا يقولوا لهم لازم المقاومة اللبنانية تطلع فوق نهر الليطاني، واللي يعرف الجغرافيا متاع لبنان نهر الليطاني يجي في نص لبنان. يعني أنت تجي تطلب من ناس، من شعب ساكن في الجنوب اللبناني، تقول له برا امشي يطلع اسكن الفوق، حاجة مش واقعية. كيف اليوم كي انت تجي تقول للشعب التونسي يجب اقصاء وحل الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره، كانك جيت للشعب التونسي تقول له انت لازمك تنحي، سامحوني في الكلمه، تحب تنحي سروالك وامشي عريان. ما تنجمش، لانه الثوره هي ثوره الشعب التونسي. الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره هي القلب النابض للشعب التونسي، هي القلب النابض اللي هرب بن علي واللي مازال مش ينظف تونس، لأنه تونس مازالت ما نضافتش 100%. لذلك يا شعبنا العزيز نتوجه لكم بطلب، يعني أنا متمنى أنكم تمشيوا معايا في الحكاية هذه، أنكم تفضحوا مش على الصفحات التونسية، تفضحوا اغتيال الرئيس بوتفليقة في اللي سيت في لي باج فيسبوك تاع الفيسبوك، الباج نتاع الجزيرية. تمشيو تدخل للباج الجزيرية كما الجرايد نتاعهم وترمي المعلومة، فهمت كيف يولي تفيق الشعب الجزائري اشنو اللي صار لرئيسه وشنو اللي صاير في بلاده، وهكيكا تولي تحرك له شوية مشاعره. لأنه باش تكتبها في الليباج نتاعك وتحطها، فهمت، مش معناه الجزائرية تشوف الليباج نتاعك، كفاريتها توانسة، ولكن لازم توصل المعلومة للشعب الجزائري وللكوميونيتي انترناسيونال باش توصل المعلومة. لأنه فرنسا ضالعة في عملية اغتيال رئيس جمهورية، حاجة كبيرة ياسر راي، وهذه باش توصلها المعلومة، يعني مش تفضح ومش تفابوسي، مش تخلي فرنسا
فيسع يحبوا يوريوا انه انه الرئيس هذاك مات بموتة طبيعية، لانه تخاف انه يمشيوا باش يبحثوا باش يحلوا يعني شو ما هما المنظمات العالميه تتحرك، فهمتوا، يولوا يحبوا يفهموا هل الحكايه هذه صحيحه. لذلك مش تسرعوا انه فرنسا وان المخابرات الجزائريه تعلن على الوفاه السريريه وفاه طبيعيه للرئيس بوتفليقه، ولكن في هذه النقطه هذه عندكم سباق، يعني انتم تتسابقوا الشعب التونسي والشعب الجزائري كونتر المخابرات الفرنسيه، المخابرات الجزائريه والتنسيق او الاوامر اللي جايتها من الحكومه الفرنسيه. فرصه ذهبيه للشعب التونسي وللشعب الجزائري لرد الاعتبار والانتقام، و باش ترجعوا الضمير نتاعكم المغاربي والعربي، باش ترجعوا ارواح الشهداء اللي صارت في الحرب مع فرنسا والاستعمار الفرنسي، وكيفاش حقرونا. جاء الوقت اللي نحن نرجعوا الاعتبار اللي نحن وشهامة العرب وشهامة المغاربة، باش نرجعوا ونحطوهم تحت صباطنا المرة هذه. هما يعتبروا انه هما مترفعين علينا، ولكن هما زبلة ولا حتى شيء ما يسواو. لذلك فرصتكم ذهبية. تو سيب عليك من الحكايات كلها في الفيسبوك، سيب عليك اكتب كان في الموضوع هذا واعمل تصاور في الفوتوشوب للموضوع هذا وافضح الراسة المسخة هذه. اخيرا نحب نقول انه الجائزة اللي عملتها، يعني العرض اللي عملته نتاع عرض يعني صورة لشكري بالعيد مقتول، صورة واحدة $100,000 أمريكي، ما فماش ولا فايز ولا ظهرت الصورة هذه، ومش تظهر، مش رجعها. $100,000 تولي $150,000 أمريكي لأي واحد يعرض صورة واحدة. صورة يا ربي ما فماش. يا رفاق شكري بالعيد، يا حزب الوطن، يا حزب الكذبة الشعبية، الجبهة الشعبية، أعطيونا صورة واحدة وخذوا $150,000 أمريكي. تعرف شنو هي $150,000 أمريكي؟ يعني الحزب متاعكم تطيروا للسماء، ما عندكمش، لأنه شكري بالعيد لم يقع اغتياله، والشخص اللي ذا وقع اغتياله هو كمال القلقاضي، ومدفون في مقبرة الجلاس في ساحة الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعاشت تونس، عاشت تونس، عاشت راية تونس، ولا رجوع، لا رجوع للاستعمار الفرنسي في تونس. ينجم يرجع في الجزائر، ولكن تونس لا، تونس لا. صعيب عليكم يا فرنسيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم خاوتي، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. السلام عليكم الحاج، كي راك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك جيت اليوم الحاج لهنا لوبيتال فال دو غراس؟ واش خير؟ يا خويا جيت نشوف الرئيس تاعنا. ايوا، واش درت؟ واش قلت لك قبيله جايب معاك؟ سمعت به باللي راه هنايا في السبيطار. ايوا. اليوم مانيش خدام. ايوا. في الميماي عيد العمال. عيد العمال ايوا. جيت باش نشوفو، كي سكتيت عليه قالوا لي واقيلا خرج، ما حبوش يقولوا لي. ايوا. قالوا لي سكري ديفونس. سكري ديفونس هنايا. انا قلت له راه هنا نروح نشوفو. وإلا بغى العشيه ان شاء الله والله نجيب له الكسكاس واللحم. يا الحاج الله يخليك. نجيب له الطعام، نجيب له الكسكاس واللحم، نروح للدار نجيبهم له العشيه يتعشى يضرب الكسكاس واللحم. يا كثر خيرك. وكاع لي ساشينا كيما هكذا يحبوا الالجيري وبزاف، على واش ربي؟ انا واحد من الناس، انا نحب الالجيري. تحب الالجيري؟ بيان سور نحب. باسكو شي ناس اخرين كيحبوا الالجيري، كاينين شي ناس يقول لك لا انت جاي هنا على خاطر بوتفليقه ولا خاطر الالجيري؟ لا انا جاي كيما نقولوا انا بون بوتفليقه الرئيس تاعنا. صح، في هذه انا صح كاع الناس. كاين اللي يقول لك بوتفليقه مش مليح، كاين اللي يقول انا خويا بور موا انا جي فوتي بور لوي. ايوا فوالا باسكو انا يظهر لي مليح. ايوا تري بيان، ربي يخليك ان شاء الله. والجزائر في القلب. الجزائر في القلب يا الجزائر في القلب. ربي يخليك. راني انا في فرنسا بصح عقلي راني هنا في منطقة برباس، أحد أكثر الأحياء التي يعيش فيها الجزائريون في العاصمة الفرنسية. أخبرنا معظم من تحدثنا إليهم أنهم تابعوا أنباء وصول بوتفليقة لاستكمال العلاج في باريس، ورغم أن الجدل يتزايد حول ترشحه لولاية رابعة، إلا أن شعبية بوتفليقة تبدو هنا مرتفعة. أنا قلقت على الرئيس تاعنا رئيس بوتفليقة لما سمعت الخبر في لاشين 5، نتمنى له العلاج صالح ونتمنى له الشفاء إن شاء الله وربي يخليه هنا.
بس ما كانش اللي خير منه في الجزائر. سي اول مره يعجبني انا رئيس هو بوتفليقه. ويقول كثيرون ممن رفضوا الحديث أمام الكاميرا إن بوتفليقة أدى دورا مهما في عودة الاستقرار للجزائر، لكن حالته الصحية هي التي ستحدد ما إذا كان سيترشح لولاية رابعة. وعلى عكس كل هذا الجدل الثائر حول بوتفليقة وصحته، تبدو الأجواء هنا في مستشفى فالدوغراس هادئة للغاية. فأمام هذه الحراسة المشددة ونظرا لطبيعة المكان العسكرية، لا يجد الصحفيون معلومات إلا ما تقدمه لهم المصادر الرسمية الجزائرية. هذه هي المرة الثانية التي يأتي فيها الرئيس الجزائري إلى مستشفى فالدغراس في العاصمة الفرنسية باريس، لكنه يأتي هذه المرة وسط جدل حول ترشحه لفترة رئاسية رابعة وتكهنات حول صراع للسلطة في بلاده، ما يجعل قلق الجزائريين يتزايد، سواء أكانوا من مؤيدي بوتفليقة أم من معارضيه. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، باريس.